لبستي امال لبس الخروج؟ ايوه استهان. ميعاد فسحتها اتاخر، شهلي بقى بالعجل، يلا وديها الجنينه. حاضر يا استهان. وحسبي عليها من الشمس. من عينيا يا ستي. قبل ما تخرج هاتيها لي هنا علشان اشوفها. حاضر يا استهان. يلا امال يا سنيه شهلي. تعالي يا امال يا حبيبتي. كلمي الهانم يا ضنايا. تعالي يا روحي. نعم. قولي لي فطرتي كويس؟ ايوه يا هانم. انا ماما يا حبيبتي، لما تكلميني لازم تقولي لي يا ماما، انت فاهمه؟ ايوه فاهمه يا هانم. وبعدين معاكي بقى يا امال، هزعل منك. بقولك انا ماما. الله، امال ماما ثانيه تبقى ايه؟ دي تبقى دادا ثانيه، مش كده يا ثانيه؟ ايوه يا بنتي، انا دادا ثانيه. فهمتي بقى يا امال؟ ايوه فهمت يا ماما. يلا يا روح ماما، روحي بقى تفسحي مع دادا ثانيه وما تتشقيش. حاضر يا ماما. باي باي يا روحي. باي 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 يا ماما. اي خدمه يا استاذ احمد؟ اتفضل يا دكتور، اكشف على دادا ثانيه. بقالها قد ايه وهي تعبانه بالشكل ده؟ 10 ايام. ما عرضتوهاش على اي دكتور؟ والله الدكتور اللي جنبنا كشف عليها وادالها دواء، وقال اذا ما تحسنتش نعرضها على اخصائي في امراض القلب. طيب. دي عندها ضعف شديد في القلب. ضعف شديد في القلب؟ يعني حالتها خطيره يا دكتور؟ خطيره جدا، ونصيحتي انكم تسعفوها بالدواء ده، واذا ما تحسنتش انقلوها المستشفى. حاضر يا دكتور. عن اذنكم. اتفضل. متشكر. دادا ثانيه، دادا ثانيه، كلميني يا دادا ثانيه. امال حبيبتي، انا بحبك قوي قوي يا دادا ثانيه. وانا بحبك قوي يا بنتي. لازم تخافي، انا ما اقدرش استغنى عنك. وانا كمان ما اقدرش استغنى عنك يا ضنايا. امال يا حبيبتي، سيبيها تستريح شويه يا امال. ما اقدرش اسيبها، ما اقدرش. اذا كنت بتحبيها صحيح سيبيها ترتاح. وصيتك امال يا ستان. اطمني يا سنيه، دي اغلى ما عندي في الدنيا كلها. باي 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 يا دادا ثانيه. باي باي يا حبيبتي. خير يا بشاويش، انا ليا زياره النهارده ولا ايه؟ لا، في جواب جاي لك، خد اهو. خير ان شاء الله. السيد محمود زينهم، بعد التحيه يؤسفنا ان نبلغك ان زوجتك السيده سنيه عبد الفتاح قد توفيت الى رحمه الله منذ اسبوع. البقيه في حياتك. لا حول ولا قوه الا بالله. سنية ماتت، الله يرحمها. الله يرحمك يا سنية، كانت بنت حلال وأميرة. شد حيلك يا محمود. وبنتي أمال يا ترى إيه اللي جرى لها؟ كمل قريت الجواب وانت تعرف. وبالنسبة لابنتك أمال فهي محل رعايتنا، ونحن نعتبرها مثل ابنتنا ونرعاها ونشرف على تربيتها وتعليمها. انت حبيبتي، هيربوها تربية كويسة كمان. اطمن، دول ناس طيبين. عندما تخرج من السجن ستجد ابنتك في الحفظ والصون. يا ترى من يعيش؟ فاضل 15 سنة، حاجة بسيطة. الله يرحمك يا سني. شوف عنوان المرسل مكتوب في الجواب ايه. الزمالك، شارع الوحدة، نمرة 666. حافظ على العنوان ده عشان تروح لبنتك لما تخرج من السجن. امال ده انا هشيله في عناية لغاية ما اخرج. الله يرحمك يا سني، كانت أميرة وبنت حلال، ويا ما قاست وتعذبت بسببي. اجمد امال وخليك جدع. بتعملي ايه يا امال؟ بذاكر يا سي بابا. كفايه مذاكره يا بنتي واستريحي شويه. متأسفة يا بابا، أصلي مش تعبانة. اسمعي الكلام يا حبيبتي، انت بتجيلي نفسك اول يومين دول. أعمل إيه؟ امتحان الليسانس قرب وأنا عاوز أخد تقدير عالي جدا. انت حرة يا بنتي. ربنا يوفقك. ميرسي يا بابا. تشربي ايه يا استاذة امال بمناسبة نجاحنا في الليسانس؟ أنا اللي عازماك يا أستاذ عادل، ولازم أدفع الطلبات. امرك. هات
هات واحد عصير مانجا من فضلك. وانا عصير مانجا. حاضر. ودلوقتي لازم نخطط لمستقبلنا. خطط زي ما انت عاوز. لازم نفكر في العمل اللي هنعمله بعد ما خدنا الليسانس. من غير تخطيط. انا نفسي اشتغل محامية. وانا كمان نفسي ابقى محامي. يبقى لازم نعمل الاجراءات عشان نتأيد في النقابة. ونفتح مكتب لنا احنا الاتنين. مفيش مانع، بس بعد ما نتمرن. وهنتمرن فين؟ انا هتمرن في مكتب خال ماما. وانا اذا حبيت اتمرن معايا. يا ترى خال مامتك يقبل يمرني في مكتبه؟ اطمن، ده عمره ما يرفض لي طلب. عال، ادي مسألة اتحلت. ما فاضلش غير المسألة التانية. مسألة ايه؟ مسألتنا انا وانتي.